لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. الشامي يحرج لانا على المباشر ويرفضها كحبيبة. شاهدوا الفيديو للمزيد من التفاصيل. كل الناس بتعرف قديش لانا محمد معجبة بالشامي، حافظة كل أغانيه وتروح لكل حفلاته، حتى إنها توصل لتدفع فلوس كبيرة لتشوفه وراء الكواليس. بس كأنه حبها للشامي دفعها للجنون، وصارت كل مرة تشوفه تتلزق فيه، تطلب صور وتعمل له منشنات في ستوري وتطلب تتصور معه وهو مش معبرها أصلا. والفانز انصدموا إنها كمان عاملة فيك اكاونت على تيك توك واللي فيه تصاميم حب إلها هي والشامي، يعني لعل وعسى يشوفهم ويعمل خطوة تجاهها. بس الصدمة كانت لما طلع الشامي مقابلة امبارح وسألوا المذيع هشام حداد عن علاقته هو ولانا، وصرح الشامي إنه هو مش مرتبط ولانا زي أخته الصغيرة زي أي معجبة تانية عادي، ولا مرة فكر إنه يكون معها في علاقة. التصريح اللي عمل ضجة كبيرة وإحراج كبير للانا، والفان صاروا عم يتمسخروا عليها، والتعليقات اللي عم يكتبولها المرفوضة إن شاء الله تتخطي. وانتو شو رايكم؟ هل فعلا ما في علاقة بينهم ولا بس قال هيك ليبعد الشكوك عنهم ويخلي علاقتهم سرية وخاصة وراء الكواليس؟ وهل تشوفوهم مناسبين مع بعض ولا لا؟ خبروني رايكم في الكومنت. وطبعا للمزيد من الفيديوهات والأخبار والأسرار الحصرية لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.